السلام عليكم. ده الفيديو التاني من سلسلة البوينترز اند ميموري مانجمنت. اتكلمنا في الفيديو اللي فات على البوينترز وتعلمنا ان البوينترز لازم يكون ليه نوع بيانات، وليكن مثلا integer لبوينتر b. البوينتر ده بيخزن ادرس. اتكلمنا عن الادرس ده ان جوه بيكون عبارة عن هكسا ديسيمال. الهكسا ديسيمال بيكون من 0 ل 9 من A to F، يعني 0 1 2 3 لحد 9 وبعدها ما عنديش 10. ال10 هي ال A، ال11 هي ال B and so on. ده بالنسبة للأدرس. وبعدها ظهر سؤال مهم، وهو ليه البوينتر بيكون أصلا ليه داتا تايب؟ يعني أنا مثلا لو عندي بوينتر to string اسمه p2 برضه هيساوي أدرس من نفس الكومباينيشنز دي، يعني نفس الداتا. فالسؤال هنا ليه أصلا البوينترز ليها نوع بيانات؟ ممكن نطرح السؤال بصورة تانية، ليه البوينترز ما يكونش ليها عنوان ما يكونش ليها نوع بيانات موحد؟ لأن كلهم بيشيلوا هيكسا ديسيمال كود، صح كده؟ طيب علشان نجاوب على السؤال ده ممكن ناخد very simple introduction على نوضح فيها بس ازاي الداتا بتتخزن في الميموري. طيب خلينا نتكلم لو عندنا integer ل n بيساوي 13. هل انا هروح في الميموري اخزن ال 13 ده؟ لا، الميموري بتخزن ال 13 ده بنظام خاص بيه اللي هو الزيروز والونز او الباينري سيستم. في كهرباء او مفيش كهرباء، yes or no. اوكي، فال 13 ده بالباينري سيستم بيساوي ايه؟ 1011. الرقم الباينري يا شباب بيقرأ من اليمين للشمال، تمام كده؟ يعني لو هرتبهم فدي البت رقم 0، دي البت رقم 1 2 3. اتمنى يكون الموضوع سهل لحد دلوقتي. طيب الزيرو والواحد، الزيرو او الواحد بيسموها بت، يعني دي البت الواحد ودي البت 0 ودي بت 1 وهكذا. طيب عندنا مصطلح تاني اللي هو البايت. البايت بيساوي 8 بت، يعني كل 8 بت مع بعض بيكونوا بايت. طيب لو انا عايز امثل ال 13 ده اللي هو يمثل الشكل ده، لو عايز احطه في 1 بايت الشكل هيكون عامل ازاي؟ ممكن نخلي ده شكل البايت، تمام؟ دول كده 8 بت، وهبدأ أقرأه من اليمين للشمال كده. فهنا هيكون عندي الواحد 0 1 1. طيب وبقية البت وبقية البايت هتكون عبارة عن أصفار، يعني 0 بت 0 بت وهكذا. ده أنا كده عملت representation لل 13 في 1 بايت. طيب تعال نتكلم على الميموري. الميموري هي عبارة عن large array of bytes، مجموعة ضخمة من البايتس. لو الشكل ده كان هو الميموري، ده معناه انه دي تمثل البايت الاولى ودي التانية التالتة الى اخره. كل بايت في الميموري ليها يونيك ادرس، عنوان خاص بيها. العنوان ده بيكون عبارة عن هيكسا ديسيمال كود زي ما اتكلمنا. طيب لو انا عندي انتجر ان، نفس الانتجر ده انتجر ان بيساوي 13 برضو. ال 13 ده بخزنه ازاي في الميموري؟ بخزنه على حسب نوع البيانات بتاعته. يعني نوع البيانات انتجر بيستهلك كام بايت من الميموري؟ ده بيختلف من نظام تشغيل للتاني، من نظام تشغيل للتاني. فهو 4 بايت، 4 بايتس. فأنا هروح لأول 4 بايتس علشان أخزن فيهم ال 13 ده.
فهروح للبايت الاولى اعبيها الاول، وبعد كده التانية التالتة وهكذا. طب البايت الاولى احنا اتفقنا ان هي تمثل بالشكل ده 1 0 1 1، والبقية البيتس هتكون عبارة عن اصفار. طب التلاتة اللي فاضلين هيكونوا باصفار برضو، تمام كده. طيب ده بالنسبة لان انا ازاي امثل رقم في الميموري. طيب تمام. لو تعالى ندي ادرسيز عشوائية كده، مثلا هنا 0x اف مثلا 8، هنا 0x اف 9 لان دي البايت اللي بعدها، 0x اف مثلا 10، بس انا ما عنديش 10، انا عندي ايه بعدها 0x اف بي. دي العناوين. السؤال هنا لو انا عندي بوينتر اسمه بي وبيشاور على الان ده معناه ايه؟ معناه ان البوينتر بي بيخزن عنوان الان. طب عنوان الان ده هيكون اي واحد فيهم، هل البت الاولى ولا التانية ولا التالتة ولا مين فيهم؟ فعليا البوينتر بي بيشاور على اول بت، على اول بايت، تمام، بيشاور على اول بايت. ففعليا الادرس اللي هيتخزن هو الادرس بتاع اول بايت اللي هو 0x f8، وبعدها بيبدأ يشوف هو ايه نوع البيانات اللي عندي، انتجر، فيستعد ان هو يعمل سكان ل4 بايت، 1 2 3 4. لما يوصل هنا يستوب. ليه؟ لان كده خلاص اوت اوف رينج، بره النطاق المحدد لي او المسموح لي، فهو اخره يقرأ بس على حسب الداتا تايب بتاعته. اتوقع دلوقتي انت فاهم ليه البوينتر لازم نحدد له داتا تايب علشان يقرأ الداتا بشكل صحيح. تعال ناخد مثال عملي ونشوف ازاي الداتا بتعمل لها ريبريزنتيشن في الميموري. هنا عندنا لونج لونج. اللونج لونج ده يمثل 8 بايتس. 8 بايتس يعني شكلهم كده في الميموري، ماشي. تعال نديهم عناوين. ده العنوان الاول اللي هو بيبدأ 0x61FEE8، اللي بعدها هيكون نفسه هو ولكن 9، اللي بعدها هيكون A B C D E F وهكذا، تمام. طيب get binary دي فانكشن، طبعا انا هسيب لك الكود بتاع هسيب لك السورس كود في الديسكربشن او في الكومنتس، تمام. دي فانكشن بتجيب الباينري بتاع الرقم، بعدها الباينري بتاع الرقم الكبير ده الباينري بتاعه هو السيكونس دي. لو انا حبيت هقراها من الرايت تو ليفت، تمام كده زي ما اتكلمنا. طيب ازاي اخد البايتس، ازاي اعمل فيل للبايتس او اعبي البايتس؟ ان انا هاخد اول 8 هحطهم في اول بايت، وهكذا هاخد ال8 اللي بعدهم واحطهم في التاني وهكذا، فاهمين؟ فده الريبريزنتيشن. هنا انا عملت برنت بس علشان اعرف القيم، يعني مثلا علشان اعرف قيمة اول بايت دي بكام، فانا عملت لها برنت 0 بي دي يا شباب. بتقدر تكتب بعدها باينري كود. اتكلمنا الفيديو اللي فات عن 0x وكنا بنكتب بعدها هيكسا كود، كنا بنكتب بعدها هيكسا كود. بالنسبة ل 0 بي دي نكتب بعدها باينري كود، تمام كده. طيب فانا لو عندي كود من اصفار وحيد اكتب 0 بي وبعدها اكتب الباينري او الكود ده هيديني القيمة. فاول بايت اتفقنا انه ده هيكون المحتوى بتاعها، فلو طبعنا المحتوى ده هيكون قيمته 61. لو طبعنا المحتوى التاني بتاع البايت اللي بعدها هيكون 8، واللي بعدها هيكون 152، واللي بعدها 144. ده كلام احنا كاتبينه ولكن فعليا احنا ما شفناهوش في الميموري، تمام. انا بس بحاول اوريك ازاي الداتا بتمثل في الميموري. طيب ده سيمبل اوتبوت للموضوع ده. قبل ما انتقل للجزئيه اللي جايه دي انا عايز اتكلم بس على ازاي البوينتر بيحصل له او بينتقل، ازاي احرك البوينتر، وبعدها هخش اشوف الكلام ده في الميموري بيكون عامل ازاي. لو انا عندي الميموري بالشكل ده وعندنا هنا انتجر لبوينتر بي مثلا كان بيشاور على اول مكان كده، هو علشان انتجر مش بس بيشاور على اول مكان، هو بيقرأ كام واحد؟ بيقرأ الأربعة،
بيقرأ أول 4 بايت. ليه؟ علشان هو انتجر، ففعليا بيقرأ ال4 دول. السؤال بقى لو أنا عملت له بي بلس بلس، هيمشي 1 بايت ولا يمشي 4 بايت؟ هيمشي 4 بايت، هيمشي هنا. ليه؟ لأنه خلاص هو سوري، هيمشي 4 بايت. ليه؟ لأنه هيمشي 4 بايت. ليه؟ لأنه خلاص الداتا يعني سكاند، خلاص هو قرأ الداتا اللي في أول 4، فعليا هيمشي على ال4 اللي بعدهم علشان يعمل سكان ليهم. فاهمين؟ وهكذا يمشي على ال4 اللي بعدهم علشان يعمل لهم سكان برضو. طيب ناخد مثال كمان على داتا تايب تانية، زي مثلا البوليان. البوليان بوينتر مثلا، بوينتر اوكي. الاوكي ده كان بيشاور على ميموري اول بايت. احنا عارفين ان البوليان كده كده، البوليان كده كده عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1 بايت، فهو هيقرأ اول بايت بس. لو انا عملت بوليان بلس بلس، ده معناه ان هو هيمشي يسيب البايت اللي هو عليها ويروح على البايت التانية. فاهمين؟ البلس بلس كمان مرة راح يمشي يروح هنا وهكذا. يعني انا لما اعمل بلس بلس بترافيرس او بتنقل على بتنقل في الميموري على حسب سايز الداتا بتاعتي. تمام كده؟ الموضوع ان شاء الله سهل يعني. طيب اخيرا نوصل لي ازاي ممكن اعمل ده في الميموري، يعني ازاي ممكن فعلا اخلي الكمبيوتر يفهم باستخدام البوينترز بقى، يطبع لي الحاجات دي، يطبع لي الكونتنت بتاع كل بايت. يعني انا هعمل لونج لونج فاريبل لونج لونج وهمشي على كل بايت بداخل اللونج لونج. هل نعرف نعمل كده؟ كانه بالظبط اري، علشان بس نفهم البيهيفير بتاع البوينترز والتعامل مع البايتس بيكون ازاي. طيب ماشي، لو انا عملت لونج لونج لبوينتر بي بيساوي الادرس بتاع ال n ده اللي هو الرقم الكبير اللي كان معانا في الاول، اللي هو ال n ده معناه ايه؟ ده معناه ان البوينتر بي يستطيع ان هو يقرأ كل البايتس مرة واحدة. يعني لو انا طبعت البوينتر ده، هيديني اول ادرس زي ما اتفقنا، بياخد ادرس اول بايت. ولو عملت دي ريفرنس للبي هيديني الان الرقم الاصلي. صح؟ ليه؟ لان هو قرأ البيانات بصورة صحيحة. قرأهم بصورة صحيحة ازاي؟ ان هو مشي على كل البايتس تحت بعض وقرأها. طيب السؤال هنا، لو انا ما عملتش كده، ده انا رحت عملت داتا تايب بوليان، عملت بوينتر تو بوليان وسميته بايت. ليه استعملت البوليان؟ ممكن تستعمل اي داتا تايب مثلا كاركتر، بحيث ان الداتا تايب دي تكون قيمتها 1 بايت. طيب البوليان ده بيشاور على 1 بايت، صح كده؟ يعني البوليان الحجم بتاعه 1 بايت. فلو انا خليته يشاور على ال n، الكلام ده في السي بلس بلس مش مسموح. ليه؟ لان انت بتحاول تعمل variable، تعمل بوينتر تو بوليان علشان يسكان او يقرأ من الميموري 8 بايتس، في حين ان البوليان اصلا 1 بايت. فده هيؤدي الى فقد في الداتا. بدل ما اطبع الان، لا ده انا هطبع الكونتنت بتاع اول بايت بس. يعني انا لو عملت دي ريفرنس للبايت ده هيعمل ايه؟ هيطبع الكونتنت بتاع اول بايت بس، مش هيقدر ان هو يقرأ كل البايتس. ليه؟ لان هو بيشاور على اول بايت بس. فاهمين الفكرة؟ فالكلام ده هيديك syntax error. احنا ممكن نتحايل على الكومبايلر و ونخلي الكلام ده ينفع. في حاجة اسمها التايب كاستنج. اوكي، فكرة التايب كاستنج عموما هو ان انا بحول من نوع بيانات للتاني. فانا عندي نوع بيانات اللي هو بوينتر تو بولين، بوينتر تو بولين اسمه بايت. انا عايز اخليه يساوي ريفرنس ان. الان ده عايزه انا يتخزن هنا،
بس سؤال، هو هل ال n ده بوليان؟ لا مش بوليان. علشان كده انا عايز الادرس اللي راجع يتخزن في بوليان، فبقول له اعمل له كاستنج، تحويل الى بوليان تو انتجر علشان يقدر يتخزن هنا. طبعا الفيديو ده مش هدف ان هو يشرح التايب كاستنج، ممكن تشوف اي فيديو عليه. وبرده مش هدفه يشرح لك السنتكس، انا هدفي بس اوريك البيهيفير بتاع البوينترز مع الميموري. اوكي طيب، فاحنا كده عرفنا ان احنا نعمل اول سطر ده بيخلي البايت الفاريبل بوليان اللي هو البوينتر تو بوليان يشاور على اول بايت. لو انا طبعت الامبرسنت ان اللي هو عنوان الرقم الكلي، هيديني مين؟ هيديني اول بايت بس زي ما اتفقنا، وبعد كده بيبدأ يقرأ التمانية كلهم. طيب ولو طبعت البايت اللي هي دي، هيديني مين؟ هيديني الادرس، لان البايت دي بوينتر تو بوليان فهيديني نفس الادرس برضو. لو عملت دي ريفرنس للبايت هيديني ايه؟ هيديني المحتوى بتاع اول بايت بس، مش هيديني الرقم كله. فاهمين الفكرة؟ فحصل فقد في الداتا، وده فعلا اللي حصل في اول سطر في الاوتبوت. اول سطر في الاوتبوت بيطبع الامبرسنت ان اللي هو العنوان اول بايت. تاني سطر بيطبع نفس العنوان وبعدها ال61 اللي هو قيمة اول بايت. بعدها بعمل ايه؟ بعمل بلس بلس للبايت. فاللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان البايت هتنزل للبايت اللي بعدها. تمام؟ البايت اللي بعدها دي ليها ادرس اللي هو 9، صح؟ بص كده على الادرسيز اللي اتطبعت، 9 بعدها مفيش 10، في A B C and so on. طيب احنا وعند البايت دي قيمتها 8 فهيطبع 8. بعدها هعمل بلس بلس تاني، بعدها هعمل بلس بلس كمان مرة، وهطبع القيمة اللي تحتها، هطبع الادرس وهطبع البايت. اوكي وهكذا. فهلاحظ ان انا همشي، انا طبعا مشيت هنا لحد اول 6 بايتس بس، فهطبع المحتوى بتاعهم اللي هو هيكون 61 8 152 114 36 4. لو كملت هطبع 0 و0. ممكن تعمل الكلام ده ب simple for loop. لو جينا هنا عملنا for loop بالشكل ده، اول خطوة البايت هيكون واقف هنا، البايت الفاريبل بايت هيكون واقف هنا. السؤال بقى، احنا ممكن نشيل الكلام ده، البايت هيكون واقف هنا. انا بقول له ايه؟ البايت ده هو رقم، ماشي؟ طيب احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نطبع المحتوى ده. فانا ممكن اعمل variable كده اسمه i pointer to boolean زي ما انتم شايفين كده في الفور لوب، بحيث ان هو يؤشر برضو على نفس البايت اللي بيشاور عليها مين؟ البايت. يعني كده الاي والبايت بيشاوروا على نفس المكان. وبعدها كل شويه هعمل له بلس بلس، وهطبع الكونتنت بتاع البايت اللي هو واقف عليه. هعمل بلس بلس برضو لحد امتى؟ لحد اما اطلع بره، لحد اما اطلع بره هنا. طب ايه الكونديشن اللي يخليني اوصل هنا؟ الكونديشن اللي يخليني اوصل هنا هو البايت بلس كام؟ بلس السايز بتاع اللونج لونج. طب السايز بتاع اللونج لونج كام؟ اللي هو 8. فبص انا عندي فانكشن هنا اسمها سايز اوف، وبتديها الفاريبل دي مبنيه في السي بلس بلس، سايز اوف لونج لونج ب 8. ففعليا انت بتقول له ايه؟ البايت بلس 8 يعني البدايه زائد 8. طول ما الاي مش بتساوي البدايه زائد 8 خلاص اطبع الدي ريفرنس، وفعليا ده الاوتبوت. فاحنا كده مش بنساوي البايت زائد 8 لان البايت واقفه هنا. لو زودت على ال 8 دي 8 هتديك 16، ومع انه احنا اصلا اخرنا كام؟ 15 اللي هي عند الاف. فاهمين؟ وبالتالي ده الكونديشن اللي بيبريك اللوب. في اخر مثال، عندنا هنا نفس الرقم الكبير اللي هو n اللي هو ده، بس المرة دي خزناه في انتجر، يعني خليناه يساوي انتجر بالشكل ده. ده معناه ايه يا شباب؟ ده معناه انه الانتجر temp ده
هيمسك فعليا اول بايت وتاني بايت وتالت بايت ورابع بايت، هما دول بس اللي هيقرأهم بس، لكن مش هينزل يكمل دول قراءة، لا مش هيقرأهم. فعلشان كده البايتس اللي هيقرأها هما دول، هيروح يقرأ دي ودي 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 وبس كده. ليه؟ لأنه الانتجر هو السايز بتاعه كده. تمام؟ فده فعليا اللي يحصل، وهيديني الرقم ده اللي هو في الميموري، وده طبعا الأربعة بايت اللي هو الأربعة بايتس اللي هو قرأهم. إذا يا شباب، السؤال بتاعنا اللي احنا كنا بادئين بيه اللي هو ليه أصلا البوينتر رغم ان كل البوينترز بكل انواعها بتخزن نفس نوع البيانات اللي هو الهكساديسيمال كود، ليه في انواع مختلفه من البوينترز؟ علشان الميموري، علشان اعرف ان انا اقرا الداتا بشكل صح، لانه الداتا بتتخزن في البايتس وكل داتا ليها سايز محدد. تمام؟ فعشان ما يحصلش فقد في الداتا، فانا لازم احدد للبوينتر نوع بيانات بس. وهنا كنا وصلنا لاخر الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.